الربايه، التربيه. لما يبقى الاب بيربي، يا سلام على التربيه. هسمعكم البنت، بنته وهي بعت النهارده لجدها اليوم، النهارده بتشتم جدها وجدتها. ايه الربايه دي؟ وهو طبعا طالع واردوغان والحقني يا اردوغان، وبنته هسمعكم التسجيل اللي بنته بعتها لجدها بتشتمه وبتشتم جدتها، بيشتموه بألفاظ هتلاقوا علامات كده كتير، عشان اسف يعني، عشان انه هو ابوها الواد محمد الحرامي، هي ملهاش ذنب بس ابوها للاسف، اسف للاسف. ويقول لك اردوغان، قال لك اردوغان الحق يا اردوغان، انا هوريكم، عشان اللي بيقول لك بيعمل لهم ويحصل لهم ايه عياله في تركيا. هوريكم البنت بتتكلم عايشه في حكايه تانيه خالص، ابوها بيقول كلام ملوش علاقه بالحقيقه. الحقيقه اوريها لحضرتك. بنته بعت الكلام ده لابوها النهارده العصر، النهارده اسف لجدها، بعتها لجدها. تعالوا اسمعوا لو سمحتوا. بتقول لجدها ايه؟ الواد محمد الهربان في برشلونه، وبنته اللي قاعده في تركيا مع امها واخواتها، وهي بعت لابوه لجدها التسجيل ده او الرساله الصوتيه دي، وهي بتتكلم على جدها وجدتها كده كده. هي دي بتتعرض لحاجه، جرى لها حاجه، اللي بتتكلم كده وهي قاعده. طب اسمعوا قالت ايه لو سمحتوا، اسمعوا. والله يا سلفانا اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انتي ولا جدو عندكم ريحه الدم. ده مبدئيا دي اول حاجه. تاني حاجه عشان جدو راجل، هو اصلا مش راجل، يعني هو حتى ما يحطش في الراجل، لان هو طالع بيتكلم على ابنه في برنامج وبيقف ضد ابنه عشان هو واحد مش راجل، عشان هو خايف على نفسه. طب حتى نفرض لو هو خايف، ليه يطلع ويقل من نفسه ويعمل نفسه ان هو بينافق ويطلع يتكلم يقول كلمتين مالهمش اي 30 لازمه في الدنيا؟ وانتوا اصلا عشان على خيره، انتي ولا سواء جده ولا سواء تيتا المهزقه، ولا انتي اصلا يا منافقه عشان على خيره الراجل ده، عشان انتوا بس اطلعوا على حياتكم، عشان انتوا عيله. اقسم بالله انتوا عيله زباله، ومش فارق معايا يطلعوا بقى الفيديوهات ينزلوا الحاجه، عشان لما يلاقي ابنه الناس ظلماه وبدل ما يقف جنبه طلع بيتكلم عليه عشان هو واحد. قسما بالله العظيم لما يبقى مش بنت ولا ولد ولا اي حد يتكلم باللغه دي، طبعا اللي شلناه والحاجات دي ما ينفعش اصلا. ده واحده بتتكلم على جدها بتقول له انت مش راجل، وبتكلم عليهم انتوا عيله كذا اللي انا ما اقدرش اكررها. بتتكلم عليهم ايه وبتقول له انت كذا، لفظ يحاسب عليه القانون. تاني يحاسب عليه القانون. اللفظ اللي قالته على جدها، شتمت جدها بيه، اللي احنا عملنا عليه صفاره اللي في الاخر ده. هم دول اللي قاعدين في تركيا، دول اللي ابوهم رماهم، ابوهم مشاهم، كانوا عنده برشلونه ورماهم ووشاهم. وهي طبعا بتتكلم على مداخلته معانا واللقاء معانا، يعني بتتكلم على اللقاء معانا، ولما اتكلم لو ما طلعش مع حد غيرنا شوفوا بتعمل معاه ايه، تكلموا ازاي، بتنافقوا، بتقول لهم ان انتوا منافقين ومهزئين بص بتتكلم على جدها وجدتها ازاي. مهما حضرتك تتخيل، تاني بقول لك مهما تتخيل، وانها تبعت عادي. متخيل لما يبقى فيه يعني حفيده بتبعت لجدها كده، اللي هم دايما بنقولها كده، يعني الحفيد والحفيد ده بالنسبه لواحد بتبقوا ايه، حاجه يعني مش عايزين نتكلم يعني. لكن بصوا التربيه، وده اللي عمله الواد محمد الهربان ده في عياله، ده اللي عمله في عياله، ويكلموا اهله كده، بنته تكلم ابوه وامه كده وتشتمهم كده، لانه بالمناسبه هي سمعاه ومتابعاه وهو بيشتمهم.
ما هو شتم ابوه، اذا قال لابوه هضربك بالجزمه، قال لابوه كده، فاذا البنت سمعت ابوها بيقول لابوه هضربك بالجزمه، يبقى انت هي هتحترم جدها؟ هي بالنسبه لها جدها ولا جدتها ولا اي حاجه خلاص. وقاعده في تركيا. طب وانت بتسمع التسريب ده في اي حاجه؟ يعني البنت دي مثلا عندها مشكله، مثلا عندها حد قلقها، مثلا عندها حاجه حد مضايقها في حياتها؟ اطلاقا. ده بتتكلم عادي وهدوء واخده راحتها وتمام، ما عندهاش مشاكل خالص، ولا حد مضايق عليهم ولا بتاع. الواد طبعا عايز من اردوغان ايه اليومين دول؟ اقول لكم السر بقى. هو طبعا عمال يفبرك حاجات هو وعيال اللي قاعدين في تركيا دلوقتي، الحقنا عشان اديهم الجنسيه ويديهم فلوس. ده من الاخر بقى، يعني قصه شغالين هم دلوقتي ابتزاز لتركيا. الحق يا اردوغان، ولادنا عندك اديهم لجوء سياسي واديهم جوازات سفر تركيا. يا سيدي مع السلامه، انا بقول لك مع السلامه. ادي لهم جوازات سفر تركيا واديهم جنسيه واكلهم وشربهم عندك، مع السلامه ب 60 مليون. ما ينفعوش دول يبقوا خلاص، خليهم عندك يا اردوغان. فبيقول لي اردوغان الحق، انا عايزك يا اردوغان، الحقني، عايز العيال دي هم موجودين عندك. الهدف من اللي عمله الواد الحرامي ده النهارده ايه؟